السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي متابعيني بحبكم في الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل مع بعض القراقيش بالعجوة التحفة اللي انتوا شايفينها على القمر دي، بجد جميلة جدا. طبعا داخل علينا الشتاء، ويا سلام على الشتاء بقى الصبح كده ومعاكي كوباية الشاي بتاعتك ولا كوباية القهوة ولا كوباية الشاي بلبن زي ما بتشربي الصبح، ومعاكي كده القرقشتين دولت الأمارات ديت. هتفطري بيهم الصبح او هتتعشي بيهم حاجة كده قمر وما شاء الله اللهم بارك. الحاجات دي في الشتاء جميلة جدا وبتدفي. وعايزة اقولك من الحاجات والمخبوزات الجميلة اللي معظم البيوت بتحبها جدا. النهاردة بقى لو بنوتة ولسه ما دخلتيش المطبخ او لسه بتدخلي المطبخ جديد او عايزة تتعلمي القراقيش بتعمليها ازاي، او اي واحدة عايزة مثلا تشوف اي تركية جوه الفيديو النهاردة، تعالي النهاردة نعمل مع بعض القراقيش بالطريقة السهلة الجميلة دي. انا طبعا انا كنت يعني جت في دماغي كده اعملهم، حابه ان انا نفطروا بيهم او نتعشوا بيهم، فقلت اعملهم واشارككم اشاركها معاكم في الفيديو بتاعنا النهارده. طبعا قبل ما نبدا الفيديو هندخل كده على شويه صور كنا عاملينها، طبعا الفيديوهات بتاعتنا القديمه دي الصور بتاعتها، المخبوزات كلها ما شاء الله اللهم بارك. طبعا النهارده باذن الله هقول لكم على تركات ووصفات، والوصفه بتاعت القريش النهارده وازاي تطلعيها صح من تحت ايديكي حتى لو ما تعرفيش مقادير. تعالي معايا النهارده، انا عامله 2 كيلو من الدقيق، نزلت عليهم بنص معلقه كبيره من الملح، تمام. وهنقول على كل حاجه جوه الفيديو واحنا شغالين. نزلت ب3 معالق من السكر، على كل كيلو معلقه ونص من السكر. ومعايا كمان نص كوبايه من اللبن البودره، بما ان انا ما حطيتش لبن خالص فحطيت نص كوبايه من اللبن البودره. حطيت كمان كيس من الخميره الفوريه، يعني معلقه كبيره كده زي ما انت شايفه كده. و3 معالق من السمسم، 3 معالق كبار من السمسم. يبقى اللي انا حطيته ايه؟ المواد الجافه كلها اللي هي عباره عن 3 معالق سمسم، 3 معالق من السكر، ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه، ونزلت ب3 معالق من السكر زي ما قلنا، ونص معلقه كبيره من الملح. كمان معايا النهارده لكل كيلو من الدقيق هحط كوبايه ونص من السمنه، كوبايه ونص من السمنه. هنقول هي البدايل النهارده جوه الفيديو. طب ايه البديل بتاع السمنه؟ طبعا القراقيش من الحاجات اللي ما ينفعش خالص تتعمل غير بسمنه او سمنه وزيت، لكن مش هينفع استبدل السمنه بالزيت خالص، لان الزيت لوحده مش هيبقى حلو خالص ولا هيديني النتيجه الكويسه. انما السمنه مع سمنه مثلا بلدي، سمن نباتي مع سمن بلدي، ممكن سمنه بلدي خالص، ممكن طبعا ممكن نحط سمنه نباتي خالص، براحتك خالص زي ما انت حابه السمنه الموجوده عندك حطيها. لكن هتقولي لي في بدايل للسمنه، هقول لك لا، ممكن احط مع السمنه زيت، لكن ما ينفعش زيت لوحده، ولا يتتعمل بالزبده خالص، لان طبعا اسمها قراقيش وحاجه كده بتبقى ناشفه معانا واحنا بناكلها، فبتبقى جميله جدا، مش محتاجه الزبده تطريها. طبعا انا هنا نزلت بكميه السمنه بتاعتي على الدقيق عشان ابس الدقيق بالسمنه. ابسه يعني ايه؟ يعني بشرب الدقيق اللي عندي كله السمنه اللي انا حطيتها. المقدار اللي انا حطيته طبعا بيرجع على حسب نوع كل دقيق، في دقيق بيشرب معاكي سمنه شويه وفي دقيق لا. طبعا الدقيق هنا انا حسيت طبعا وانا بعمله كده اهو، حسيت ان انا محتاجه احط شويه سمنه كمان. عملت ايه؟ سيحت كمان بمقدار نص كوبايه كده، وحطيتها تاني بعد ما جيت ابس لقيت كده لا، محتاجة شوية سمنة كمان. طبعا السمنة اللي انا حطاها عبارة عن خليط سمن بلدي مع زيت، لان طبعا السمن البلدي بتدي ريحة حلوة جدا مع الزيت. لو حابة ان انت حطيها سمن نباتي مع الزيت مفيش مشكلة خالص، ولكن طبعا مفيش جدال ان السمنة البلدي لوحدها تحفة جدا. مش هنقول مش هنختلف على ده. انا هنا حطيت ايه؟ حطيت نص كوبايه كمان من السمنه. حلو الكلام. نزلت بيها كده عشان احس كده ان القرقاش بتاعتي ليها طعم وريحه حلوه جدا. ببسها كده لغايه ما احس تماما ان الدقيق بتاعي او القوام بتاعي اللي عندي كده بمسكه بحس ان هو معجن في ايديا شويه بعد ما بسيته، يعني بعد ما خليت الدقيق شرب السمنه تماما. انا هعجنها بايه؟ هعجنها بميه. ليه عجنتيها بميه؟ لان انا اولا حاطه لبن بودره. لو مش حاطه لبن بودره ممكن تعجنيها بميه. هتيجي واحده تقول لي طب ينفع انا لا عندي لبن بودره ولا عندي لبن حليب ينفع اعملها بالميه؟ اقول لك اه ينفع طبعا عادي جدا، وعملناها قبل كده في القناه وكانت طالعه جميله جدا وتحفه جدا. وعايزه اقول لك هي الرك فيها على الإدام اللي انت بتحطيه، نوع السمنه هي اللي بتخلي لها ريحه حلوه جدا. وطبعا ممكن تعمليها بالسمسم، ممكن تعمليها بالكمون، بتدي طعم وريحة حلوة جدا.
اما هنا اللبن مش هنختلف عليه كتير، ولكن اللبن كمان عايزه اقول لك في موضوع التخزين بتاع القراقيش مش بيبقى حلو زي الميه. يعني انت لو هتعملي القراقيش وفين وفين لما اديكوا تروح عليها يبقى الميه احسن لك. لكن لو انتوا ناس بتاكلوها كتير ما شاء الله ومتعودين ان انتوا تفطروا بيها وتتعشوا بيها وبتخلص معاكي بسرعه، لا اعمليها بلبن مش هتفرق في الحته دي. طبعا انا هنا حطيت مقدار الميه، اخد معايا اللبن المقدار بتاعي النهارده خد كوبايتين ونص من الميه، ممكن ياخد معاكي اقل او اكتر على حسب العجين، على حسب نوع الدقيق بتاعك. طبعا انا هنا ما عجنتهاش، انا لفيتها بس زي ما شفنا. وبعدين بعد ما لفيتها كويس جدا غطيت العجينه زي ما انت شايفه كده، وكانت العجينه جميله جدا. هبدا على طول في التشكيل لان العجينه بتخمر معايا، فانا مش محتاجه ان انا غير اني اريحها بس 3 4 دقايق واشتغل فيها على طول. تمام. خدت اول قطعه كده وببرمها كده على شكل اسطواني وببدا افرد فيها زي ما انت شايفه كده. كبري الحته بتاعتك اللي بتاخديها في البدايه كده عشان تريحك. هتعملي ايه؟ كل ما كبرتي القطعه وفردتيها كويس جدا، طبعا مش قصدي انك بتفرديها كويس جدا، انا هوريكي القوام دلوقتي اللي احنا شغالين بيها او السمك بتاع القراقيش اللي هنشتغل بيه. ولكن كل ما كبرتي العجينه كل ما هتريحك، بمعنى ان انت بدل ما هتقعدي كل شويه تفردي قطعه وترجعي تفردي اللي وراها، لا انا هفرد كل قطعه كده هطلع منها جزئين ثلاثه على طول هشتغل عليهم. وهنشوف دلوقتي، انا مش عارفه اشرحها لك ازاي ولكن هنشوف دلوقتي. طبعا انا كبرت القطعه دي هفردها زي ما انت شايفه كده. دي هتطلع لي مثلا قطعتين طوال اللي هقطع منهم القراقيش. تمام. هتبان لك الفكره اكتر دلوقتي لما تشوفي بعد ما نفرد القطعه دي. طبعا هسويها من الاطراف كده زي ما انت شايفه عشان تطلع معايا القراقيش شكلها منتظم الى حد كبير. بقطع كده بشيل الاطراف بتاعتها بحيث ان انا بسويها. حلو الكلام. بجيب بقى عندي هنا العجوه بتاعتي. انا طبعا العجوه اللي انا جايباها ما بحبش اشتريها جاهزه تماما، انا بجيب العجوه اللي هي البلح العجوه. وطبعا بعمله بمعلقتين، بعجنها بمعلقتين من السمنه وببرمها كده زي ما انت شايفه. او زي ما انت شايفه كده قطعتها ولفتها وحطيتها ما شاء الله اللهم بارك. ولفتها كده، انا يعني انا مش عارفه اوصف لك الحته دي قد ما هتشوفيها. تمام. برمتها زي ما انت شايفه كده ورجعت تاني بططتها تاني. وهي دي بقى اللي هقطع منها. لو خدت بالك القطعه اللي فاضله دي هنعمل فيها نفس الطريقه اللي احنا عملناها في الحته اللي احنا شغالين فيها. تمام. هبدأ افردها كده زي ما انت شايفة وابططها كويس جدا بحيث ان انا ببطط العجوة اللي جوه بحيث ان هي تاخد طول القراقيش بتاعتي. تمام. اهو بتقطعيها كده بنفس الشكل بقى بشكل موارب كده. ما شاء الله بتطلع جميلة جدا ومش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. القطعة متوسطة وحلوة جدا. تمام. اهو بنقطعها بنفس الشكل كده زي ما انت شايفة. وبتبدأي ترصيها عندك في الصينية. اللهم بارك، طريقة سهلة جدا ما فيهاش اي مشكلة. يعني لو بنوتة سنة أولى مطبخ هتعملها وتقول ما شاء الله عليا، يعني انت كمان هتسمي على نفسك وانت بتعمليها. ليه؟ من سهولتها وجمالها ما شاء الله اللهم بارك. حاجة كده بتتعمل في ثواني، وعايزة اقولك ما بتاخدش مجهود منك ولا اي حاجة. اهم حاجة بس التركات بتاعة العجينة تطلع معاكي مظبوطة، خلاص القصة دي كلها خلصت. وطبعا التشكيل بتاعها اظن مفيش اسهل من كده. بتسهلها لك حتة الفرد بتاع العجينة سهل جدا. اهو هناخد الجزء التاني واجيب العجوة بتاعتي انا فردها كده كده عامله على شكل اسطواني زي ما انت شايفة كده. او برموها كده زي ما انت شايفة بحطها على طرف العجينة. وببدأ الفها لفة واحدة بس اهو. لفة واحدة بس كده اهو زي ما انت شايفة كده. وبقفلها بقى، يعني الطرف اللي فاضل ده بقفله كده اهو. بتتقفل كويس جدا عشان ما تفتحش مني وهي في الصينية. بتقفليها وبتبرميها تاني كده بايديكي. اهو شفتي فتحت حته اهي رحت قافلاها تاني. وببططها كده بايديا زي ما انت شايفه. ببدا اقطعها بعد ما بططها كويس جدا والسمك بتاعها زي ما احنا شفناه كده. اللي هو خلي بالك تعملي حساب ان هي لسه هتخمر كمان. فما تخنهاش قوي، يعني حاولي على قد ما تقدري. هنا العجينه ما تخنهاش من الاطراف. لازم ارققها شويه بحيث ان هي لما لسه احنا هنا لسه الخميره بتاعتنا مخمر، يعني العجينه بتاعتنا ما خمرتش لسه. فخدي بالك ان احنا طبعا مش هنديها سمك عالي بحيث ان هي لما لسه هتخمر هترتفع معانا كمان. تمام. بقطعها كده ممكن برضو بسكينة البيتزا اهي زي ما انت شايفة عشان تسهل عليكي برضو اكتر. ورصي بقى في الصواني بتاعتك كده ما شاء الله اللهم بارك. طلعت لي كمية حلوة جدا الاتنين كيلو. ما شاء الله اللهم بارك. يعني عايزة اقولك لو انتوا ناس ايديكم مش رايحة جاية عليها هتكفيكي وقت حلو. ولو بتحبوا تفطروا بيها او تتعشوا بيها برضو جميلة جدا مع كوباية شاي بلبن في نص النهار. جميلة جدا اللهم بارك.
هنا برضو حبيت برضو اسهل لك الموضوع. هنا القطعة دي انا هاخد منها 3 مرات وعلى السريع كده، اللي هو ايه، انا بنجز. لو عندك السطح اكبر، يعني لو انا طبعا هنا عشان التصوير فبصور لك على البلانشة، لكن انا طبعا انا واحدة شغالة على الرخامة بتاعتي، هكبر العجينة بتاعتي اكتر وهاخد منها هفرد. كل ما تفردي قطعة كبيرة كل ما هتسهل عليكي الموضوع وهتخلصيه بسرعة. تمام. حطيت القطعة بتاعت العجوة اهي زي ما انت شايفة، وقفلتها كده. تقفلي كويس جدا، اهم حاجة التقفيل ده. وبعد كده باخدها اهو، بستبعد كده القطعة دي وارجع تاني ابرمها كويس جدا والفها بحيث ان هي ما تفتحش معايا من تحت ولا من فوق. ببططها كويس جدا اهو. انا عدتها تاني عشان اللي ما وصلتلهاش الفكرة برضو توصل لها. او زي ما انت شايفه ببططها كويس جدا. اهم حاجه ان انت بترققيها بحيث ان هي تطلع معاكي في الاخر حلوه، لا اللي هي بعد التخمير تطلع عاليه جامد ولا طبعا تطلع رفيعه قوي. بتخليها كده السمك المطلوب اللي هو زي ما انت شايفه دلوقتي. تمام. وبعدين حلاوتها بقى ان القطعه بتاعتنا صغيره، اللي هي القرقوشه بتاعتنا صغيره، لا هي كبيره قوي بقى ولا بتاع. دي هي عايزه اقول لك ان هي ممكن تكون على قد البق كده. حاجه سهله جدا وبسيطه جدا. ما شاء الله اللهم بارك. دي انا عايزه اقول لك دي ابسط طريقه ممكن تعملي بيها القراقيش. بنوتك الجميله ممكن تعملهم في ثواني، او انت ممكن تعمليهم في ثواني وانت واقفه كده في المطبخ. لو هتعملي كيلو واحد تجربي فيه الاول او نص كيلو، اللهم بارك، حاجه تحفه جدا. وطبعا المقادير كلها حاسبها لك في صندوق الوصف، بحيث لو حبيتي ترجعي لها تاني هتبصي تلاقيها موجوده عندك تحت ايدك في اي وقت. تمام. اهو نفس الفكره بنعملها تاني اهو. ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لك ما خدوش في ايدي، ما كملوش حتى ساعه زمن. يعني هي الفكره كلها في الموضوع ده، هي الخبيز هو اللي بياخد وقت شويه. ولو الفرن بتاعك كويس عايزه اقول لك مش هتلاقي نفسك يعني خدوا منك وقت تماما. وبنفس القصه بنعملها اهي. عايزه تشكلي بقى تشكيل تاني خالص، اللي هو احنا عملناه قبل كده في الفيديو القديم. عملنا رقيش اللي هي القرص شويه كده، قرص ومحشيه عجوه. هي نفس عجينه القراقيش، بس احنا عملناها بدل ما هي قراقيش كده صوابع، لا عملناها قرص. نفس يعني عايزه اقول لك نفس العجينه ونفس الطعم ونفس كل حاجه، بس على شكل قرص. لو الناس اللي هي بتحب تعملها على شكل قرص برضو هتعملها. ارجعي للفيديو القديم برضو هتلاقيها بنفس الطريقه برضو معموله. ما شاء الله اللهم بارك، تحفه جدا. اهو بنرصها في الصواني بتاعتنا وهندخل بعد كده على الفرن. وحواريكي الكميه طبعا اللي احنا شفناها طبعا في بدايه الفيديو، حاجه كده قمر اللهم بارك وتحفه جدا. هتيجي تقولي لي طب التشكيل بتاعنا مفيش غير كده؟ هقول لك كمان. لو انت عندك دلوقتي في حاجه كده موجوده في المطبخ عندنا، في اغلبنا عندنا في البيوت موجوده عنده، لو انت حابه تشتغلي بيها هقول لك دلوقتي تعمليها ازاي. طبعا دي اخر قطعه في القطعه الكبيره اهو. طبعا كان في هنا حته من العجوه على قدها بالظبط، فحبيت اظبطها بحيث ان انا طبعا انا هنا كنت تقريبا قربت اخلص الكميه اللي عندي. تمام. فبرمتها على قدها. يعني حاولي على قد ما تقدري القطعة اللي معاكي تظبطيها على قد الحاجة اللي انت شغالة بيها. تكون عينك شغالة قبل ما تكون ايديكي شغالة. يعني لازم تويمي الحاجة كده وانت شغالة بعينيكي قبل ما تعملي اي حاجة بايديكي، عشان خاطر دايما يبقى دماغك شغال في الحاجة اللي قدامك فتطلعي الحاجة بتاعتك مظبوطة. تمام. تمام. اهو هنقطعها برضو بنفس الطريقة وما فيهاش اي مشكلة خالص. طبعا لو انا تحت امر اي حد، لو اي حد عايز يبعت سؤال يكتبه لي في الكومنتات وان شاء الله ارد عليكم باذن الله. حبايبي واخواتي وما تحرمش منكم يا رب. هنرص بقية الصواني بتاعتنا اهي بنفس الطريقة. هنيجي بقى هنا على تركاية تانية هقولك عليها دلوقتي. طبعا هنا الصينيه خلصناها. هنيجي بقى هنا عندك السكينه بتاعه تقطيع المخلل دي، اللهم بارك، بتدي شرشره كده جميله وشكلها ظريف للقراقيش بتاعتنا. ممكن تقطعي بيها هتديكي شكل حلو جدا للقراقيش. انا زي ما عملت كده يعني حبيت اديها شكل شويه. يعني اللي هي السكينه دي غالبا بتبقى موجوده عند اغلبنا في المطابخ. ممكن تقطعي بيها برضو، بتدي شكل الى حد ما جميل جدا وشكله ظريف. اهي الصواني بتاعتنا كلها كده تمام وخلصت كلها اللهم بارك. عايزه اقول لك الكميه بتاعتنا طلعت لي ما شاء الله اللهم بارك حاجه حلوه جدا هتفرقي عليكي وعلى حبايبك. وطبعا ما شاء الله اللهم بارك كميه حلوه جدا. او شايف شكلها عامل ازاي، حاجه كده اهو. الكميه بتاعتنا كلها اللهم بارك طالعه جميله جدا ما شاء الله. طبعا سبتها تتخمر في صواني الاولانيه كانت اتخمرت واتظبطت تمام. فبدات باول صينيه ادخلها الفرن. وده شكل القراقيش بتاعتنا بعد ما طلعت اللهم بارك. دخلتها على درجه 180 تحت على الشبكه في ارضيه الفرن، وبعد كده وفاتحه عليها الشوايه فوق وتحت.
لو انت ما عندكيش الشواية طبعا هتحطيها على الشبكة في الأرضية وهتشتغل. أتمنى ما كنتش طولت عليكم الفيديو، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.